السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم قناة ملذة وطاب مع رندا محمد، استكمالا للفيديوهات بتاعة العيد. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة بقى الرز المصري بتاع الفتة الأبيض. بيتعمل بطريقة بسيطة وحلوة، وهو بس تظبطي الشوربة أو المية مع الرز هيطلع معاكي مفلفل ورزاية برزاية وزي الفل. أنا معايا مقدار من الرز، دول 3 كوبايات. الكوباية اللي هعاير بيها الرز هي اللي هعاير بيها الشوربة أو المية حسب إمكانياتك. ما عندكيش شوربة حطي مع المية مكعب مرق دجاج. بنعمل ايه بقى في التكات والحركات بتاعة الرز بقى الابيض بتاعنا الجميل. انا هنزل بقى السمنة بتاعتي على الحلة كده. انا بحط على كل كوباية رز معلقة سمنة كبيرة. تمام. ليه؟ عشان يبقى مفلفل معايا وما يبقاش معجن في قلب بعضه كده. ممكن يتعمل بالزبدة، ممكن يتعمل بالسمن، ممكن يتعمل بالذرة، زيت الذرة. كل واحد حسب امكانياته وحسب ايه ما بيحب. اول ما تسخن السمنه معايا كده بنعمل بقى ايه تكه صغيره خالص. هي بنزل معايا فصين مستكه والفلفل اللي هو الحصل، الفلفل الاسود الحصل. بتنزلي مستكه؟ بنزل مستكه. انا بحب الرز الابيض بتاعي يبقى ريحته وطعمه حلوه قوي كده. اول ما المستكه بتطفي كده وبتسيح بنزل بقى بمقدار الشوربه او الميه زي ما قلت لكم. الكوبايه الرز المصري بتاعنا الكوبايه بيتحط عليها كوبايه ميه او كوبايه شوربه غير الرز البسمتي. خلاص اتفقنا. انزل بقى بالميه، الميه تكون مغليه. هحط بقى الملح، اظبط الملح بتاعي وانزل بالرز على الشوربه كده واقلبه. بس انا غسلاه. انت لو هتبقي غسلاه لازم يتصفى من الميه بتاعته عشان ما يزودش كميه الميه او الشوربه اللي انت حطاها ويعجن معاكي. انا مصفياه خالص ما فيهوش نقطه ميه. هنزل بقى بالرز كله كده على الميه. واول ما بيتشرب الرز الفلفل الاسود بيطلع على الوش. لما تيجي بقى تخلصي الرز وتيجي هتغرفي عشان الفته بتشيلي ايه الفلفل الاسود دوت من قلب الرز عشان الفته بتاعتك تبقى حلوه ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. اهو هقلب بقى كده. بصوا هي اللون ده عشان انا عامله شوربه مش ميه. فانتوا لو هتبقى ميه حط لها مرق الدجاج. هغطيها بقى ولما تتشرب هوطي عليها النار خالص. زي ما انتوا شايفين الرز اتشرب بالشوربه اللي انا كنت هحطها له. لو انت ما عندكيش شوربه حطي مرق الدجاج على الميه. ولو ما عندكيش مستكه مش هيجرى له حاجه خالص. هو هيفرق في الطعم شويه لكن مش هيبقى وحش، هيبقى جميل برضو وطعم وزي الفل. هقلبه بقى تقليبه كده وهوطي بقى العين اهو. خلاص اهو وهغطيه. اول ما هيستوي هبقى يلا بينا بقى نشوف الرز الجميل بتاعنا بقى اهو استوى وبقى زي الفل. الرزايه الواحده بوحدتها. احنا هنشيل الفلفل بقى كده منه وهنغرفه بقى مع الفته. تعمليه بقى مع الفته كده يبقى جميل. انا النهارده هوريهولكوا قد ايه هو مفلفل وجميل خالص خالص خالص. هنحط بس اهو. بصوا مفلفل ازاي الرزايه برز. بصوا اهو ولون وريحه بقى وطعم مش عايزه اقول لكم. زي ما انتوا شايفين طبق رز ابيض، رز مصري بناكله مع الفته.
لو الوصفة بقى بتاعت النهاردة بتاعت الرز الجميل ده عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. ولو انت اول مرة بتتفرجي عليا وبتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان خاطر توصلك مني كل الاشعارات. قناة ملاذ وطاب هتلاقوا فيها اطيب الاكلات والذ الوصفات. سلام عليكم.